السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لوجيكال سبور في فيديو جديد واخبار حصرية كما عودناكم دائما على السريع. ونبداو بالخبر الافتتاحي ونبداو مع سليم أبله والكلام اللي خرجوا عليه بعض التقارير الإعلامية الإسبانية كتقول بأن بلد الوليد وفالنسيا كاينين في تواصل متقدم لضم سليم أبله إلى نادي الخفافيش فالنسيا، خصوصا وأن بلد الوليد هبط الدوزيام سيري ديال إسبانيا. وصراحة دوينا على أبله، أجي نقول لكم واحد البند كان خطير مع النادي ديالو بلد الوليد، وانه الا هبط بلد الوليد الى الدوزيام سيري ديال اسبانيا فراه سليم أبله عنده الحق باش انه ينتقل لشي نادي على سبيل الاعاره او حتى على البيع. صراحه كنتكي ونتمنوا ليه كل الخير. وقبل ما ننتقلوا للخبر الاخير غنقول لكم واحد الهضره، ما باقي لينا والو الا جات على خاطرك دابا واشترك في القناه فضلا منك، واحد لايك وشي تعليق عبر على الراي ديالك. وننتقلوا للخبر الاخير. الحمد لله كما عودتكم دائما المصداقيه ثم المصداقيه. كنت من الاوائل اللي دير لكم على البلان ديال الرومان جين مسيس الكابيتانو انه غادي ينتقل الى نادي السد القطري. الحمد لله راه مشى الى نادي السد القطري، وصراحه ما كنتش باغي اصلا في الراي الشخصي ديالي، ما كنتش باغي انه ينتقل الى النادي القطري. السد كنت باغي يحترف في اوروبا، يعني كندير على الاقل شي يزيد معاهم شي موسم ولا شي حاجه بحال هكا باش عاد ندوزو كاس افريقيا، وان شاء الله يكون في نصيب المنتخب الوطني المغربي. ولكن كتبقى حريه شخصيه للاعب رومان غين مسيس، والراحه في لقاها مع النادي السد القطري باذن الله. وكندوي على رومان غين مسيس، راه جرى معاهم التدريب الاخيره لمواجهه النادي المغربي الوداد البيضاوي، وهذا الاخير اللي كنتمناو ليه كل الخير هو النادي الاخر الرجاء البيضاوي. وان شاء الله غيكونوا الميتشان الاول ديال الوداد البيضاوي نهار 28 غدا ان شاء الله نهار الخميس، والماتش ديال الرجاء غادي يكون ان شاء الله من بعدو نهار الجمعه 29. وهنا غادي نختموا الفيديو ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.